السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. لو قلت لك إن في فيروس نسبة الوفيات من الإصابة بيه بتوصل ل88%، وإن أعراضه بتبدأ عادي جدا جدا كأنه دور برد خفيف، وبعدها الجسم بينهار فجأة تماما. هل تتخيل الفيروس ده ممكن يكون موجود فعلا؟ النهاردة احنا هنتكلم على الفيروس المنتشر حاليا، وهو فيروس ماربورغ، أخطر فيروس نزيفي. وخلي بالكم من كلمة نزيفي دي، ظهر بعد الإيبولا. من فضلك، أنا مش هطلب منك إن أنت تشترك في القناة ولا تفعل الجرس ولا الكلام ده كله، بس هطلب منك إن أنت تنشر الفيديو ده على أعلى مستوى عشان المعلومة فعلا توصل، وممكن تكون سبب في إنقاذ حياة بني آدم لوجه الله. مش طالب منك أكتر من كده، بس خلي بالك إن الحلقة دي مهمة جدا. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم ويحفظ كل حبايبكم من كل شر. إيه هو فيروس ميربورغ؟ فيروس ماربورج هو فيروس قاتل جدا من نفس عائلة الإيبولا. ظهر أول مرة في ألمانيا سنة 67، وبيعمل نزيف داخلي وانهيار في أجهزة الجسم كلها وفشل في الأعضاء. أخطر حاجة فيه إن هو سريع وما بيستناش وبيهجم عليك فجأة. مفيش أي أعراض ليه غير الأعراض اللي احنا قلنا عليها في الأول. طب كان بينتقل ازاي او سبب انتقاله ازاي؟ طبعا اول حاجه الخفافيش هي المصدر الاول لاي نقل فيروس موجود في العالم. سوائل الجسم، الملامسه المباشره للمصاب، الادوات الملوثه، ومشكله خطيره جدا ان هو بينتشر كمان في المستشفيات وبين المرضى لو مفيش اجراءات وقائيه قويه. في مستشفيات عامله اجراءات وقائيه كويسه جدا، وفي مستشفيات للاسف ضعيفه جدا. الاعراض بتاعته اول يومين بتحس انه برد عادي، يعني صداع، حرارة، تعب، وجع في العضلات، لكن بعدها بيحصل الكارثة، اللي هو نزيف من الفم، من الانف، ممكن كمان من العين، اسهال شديد جدا، قيء مستمر، وساعات بيبقى كمان قيء دموي يعني في دم، انهيار اجهزة، الصدمة. ودي المرحلة اللي لازم الخطر بيبقى فيها 100%، وده لازم تدخل سريع جدا. طب هو ليه خطر قوي كده؟ لانه بيضرب الجسم بالكامل. يعني ايه بيضرب الجسم بالكامل؟ يعني مفيش عضو بيسلم من ايده. بيخش بسبب انهيار طبعا المناعه وضعف المناعه، بيخش بطريقه مرعبه. النزيف الداخلي بيكون صامت، انت ما بتحسش بيه، فجاه بتلاقي المريض بينهار قدامك بدون اي مقدمات. للاسف، وانا بقول للاسف، مفيش علاج مباشر للفيروس ماربورغ. مفيش مضادات فيروسات ليه، مفيش دواء بيقضي عليه. العلاج كله ان انا بدعم الجسم. يعني ايه؟ يعني بزود مناعة ومقاومة الجسم للفيروس ده عشان يستحمل اطول فترة ممكنة لحد ما يتعافى بإذن الله. العلاجات المتاحة حاليا هو بيبقى عبارة عن علاجات تعب. يعني ايه؟ يعني لو هو في قيء واسهال بديله سوائل وردية اللي هي المحاليل، بنعوض الاملاح، بنعالج النزيف، بنظبط الضغط، مضادات ميكروبات العدوى اللي هي الثانويه، بندي اكسجين. ولو في حاله الصدمه طبعا زي ما قلنا لازم التدخل السريع، يعني بتبقى لا قدر الله بتبقى عنايه مركزه، وده ربنا يعافينا جميعا من حاجه زي كده. الوقايه، طبعا في مصر ما فيش خفافيش اللي احنا بنخاف منها والكلام ده كله، لكن احنا هنتكلم على الوقايه ان هو بلاش اختلاط سوائل الجسم. العزل الكامل لو في حالة فيها اشتباه حتى لازم نعزله. الوقاية هنا حرفيا بتساوي حياة. مش الوقاية اللي ممكن نعالج، الوقاية حياة، حياة فعليا. لازم أكون صريح معاك إن مفيش عشبة ولا أعشاب على كوكب الأرض بتعالج فيروس ماربورج نفسه، لكن في أعشاب بتقوي المناعة. احنا اتكلمنا قبل كده على أعشاب معينة بتقوي مناعة الجسم وبتخليه فعلا كدرع مضاد لأي فيروس وأي بكتيريا، ويا ريت نرجع لها ونعيدها ونتفرج عليها ونحفظها كويس أوي ونطبقها بحذافيرها.
الاعشاب دي هي بتساعد الجسم ان هو بيصمد قدام العدوى دي لفتره اكبر وبعلي المناعه منها. واهمها وزي ما قلناها الكنز الذهبي بتاعنا وهو الجنزبيل. كده كده ان هو مضاد للالتهاب وبيرفع المناعه، وهو كوبايه جنزبيل دافيه في اليوم دي كفايه قوي. العسل الطبيعي، العسل النحل الطبيعي طبعا زي ما قلنا كذا مره إن لازم نكون واثقين من مصدره، ان هو مضاد اكسده قوي جدا. ومعلقه على الريق على ميه دافيه، معلقه على ميه دافيه على الريق ممتاز جدا وبيعلي المناعه معانا. في حاجه اسمها القسط الهندي، ده مضاد فيروس طبيعي، بيستخدم ربع معلقه صغيره يوميا. الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده عاليه جدا، وبيمنع الاجهاد التاكسدي اللي هو الاكسده اللي بتحصل في العضلات وبتحس بالوهن، ده بيمنعه. وكوبايه واحده في اليوم كفايه قوي. الكركم، وده احنا بنقول ان هو اقوى مضاد التهاب طبيعي، بيتضاف طبعا للاكل او بيتضاف اللبن، وبنحط عليه رشه فلفل اسود عشان الامتصاص الكركميني يبقى عالي جدا. التوم من مضادات ميكروبات قوي، فص او اتنين يوميا كفايه جدا معاك. المرمريه، المرمريه علاج ممتاز للجهاز التنفسي، كوبايه واحده في اليوم كفايه جدا. الليمون فيتامين سي، دول بيدعموا المناعه عموما ومباشره، يعني سريع جدا. مهم جدا ان الاعشاب دي لدعم المناعة مش علاج للفيروس، مفيش علاج للفيروس، لكن احنا بندعم المناعة، بنقوي المناعة ان هي تقاوم اي فيروس موجود. الخلاصة ان ميربورج هو فيروس قاتل، ربنا يحفظنا جميعا ويبعد عنكم اي شر واي سوء، لكن معرفتك فيه بتفرق. لو ظهرت اي اعراض غريبة بعد سفر او اختلاط، دي مش لحظة تفكير، دي لحظة انقاذ حياة. لازم يا جماعة نخلي بالنا. انا مش هطلب منك الاشتراك، ومش هطلب منك تتعملي حتى لايك على الفيديو ده، انا هطلب منك انت تنشر الفيديو ده عشان المعلومة توصل للناس. ربنا يحفظكم، احنا مش حمل اي كارثة فيروسية تانية، فنحافظ على نفسنا ونحافظ على صحتنا، وربنا يعافينا ويعافيكم من أي أمراض ومن شر الأمراض كلها، ويجعلكم دايما بصحة وعافية طول العمر بإذن الله، وتفضلوا دايما بصحة قوية ومناعة أقوى. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.